جهاز كشف الكذب، ياه! مجرد الاسم لوحده بيفتح باب للخيال. آلة سحرية بتعرف مين الصادق ومين الكذاب، ولا كل دي مجرد أسطورة علمية؟ طيب، في الشرح ده هنحاول نغوص سوا في الحقيقة ورا البوليجراف. هنشوف إيه اللي العلم بيقوله عنه، إيه اللي بيعرف يعمله فعلا، والأهم من كل ده، إيه اللي مستحيل يعمل. وهو ده السؤال اللي بيلف ويدور في دماغنا كلنا. هل ممكن فعلا آلة حتة حديد تعرف اللي جوه عقل البني آدم وتكتشف الكذب؟ السؤال ده هو محور كل حاجة، وهو اللي هنحاول نلاقي له إجابة بالأدلة العلمية. طيب، قبل ما ندخل في تفاصيل علمية معقدة، خلينا نبدأ من الصورة اللي في خيالنا كلنا لما بنسمع كلمة كاشف الكذب بيجي في بالنا صورة الآلة اللي ما بتغلطش، الآلة السحرية اللي بتطلع الحقيقة. وده بالظبط اللي التقرير العلمي بيوصفه. بيقول إن الجهاز عليه هالة من الغموض والقوة، لدرجة إن الموضوع مع الوقت اتحول لشبه طقس. يعني مش مجرد اختبار، لأ، ده طقس ليه ناسه المتخصصين اللي هم الفاحصين المدربين دول، عاملين زي الكهنة بتوع الجهاز. والطقس ده كله على بعضه، الأوضة والأسلاك والشاشة، بيخلي الموضوع ليه هيبة، وده بيخلي الناس تصدق أكتر في قدراته الخارقة. وهنا بقى في مفاجأة تاريخية غريبة جداً. الراجل اللي اخترع الجهاز ده، ويليام مولتون مارشتن، هو نفس الشخص اللي اخترع شخصية وندر وومن في القصص المصورة. والله زي ما بنقول كده. حتى اخترع معاها حبل الحقيقة بتاعها اللي بيخلي أي حد يمسكه يقول الصدق. وده بيورينا قد إيه فكرة إجبار الناس على قول الحقيقة دي فكرة قديمة وموجودة في خيالنا، لدرجة إنها طلعت من الخيال للواقع. طيب، كفاية كلام عن الأساطير والخيال. تعالوا بقى ندخل في الجد ونشوف المكنة دي نفسها بتشتغل إزاي بالظبط. ده التعريف العلمي الرسمي. خلينا نقف عند كلمتين مهمين قوي: مؤشرات فسيولوجية. لاحظوا إن التعريف ما قالش أبداً إنه بيقيس الكذب، لأ، هو بيقول إنه بيقيس ويسجل ردود أفعال الجسم. ودي أهم نقطة في الموضوع كله، وهنفضل نرجع لها. وهنا بقى بيت القصيد. شوفوا، البوليجراف مش بيقيس الكذب. ليه؟ ببساطة لأنه مفيش حاجة في جسمنا اسمها مؤشر الكذب، مفيش زرار بينور لما بنكذب. كل اللي الجهاز ده بيعمله إنه بيقيس حاجات زي سرعة النفس، ضربات القلب، ضغط الدم، العرق. يعني من الآخر بيقيس علامات التوتر والقلق. وبعدين يجي الفاحص يبص على الشخبطة اللي طالعة دي ويقول واضح إن في توتر عالي هنا، يبقى الشخص ده غالبا بيكذب. شايفين الفرق؟ الجهاز بيقيس والإنسان بيفسر، وده فرق زي السما والأرض. طيب، الفاحص إزاي بيوصل الجسم للتوتر ده عشان يقيسه؟ عنده طريقتين مشهورين. الأولى اسمها سؤال المقارمة، يعني يسأل سؤال مباشر عن الجريمة: هل أنت اللي سرقت؟ وبعدها يسأل سؤال عام أي حد هيتوتر وهو بيجاوبه، زي هل عمرك كدبت على أهلك؟ الفكرة إنه يقارن مستوى التوتر بين الإجابتين. الطريقة التانية اسمها المعلومات المخفية، ودي ذكية شوية. بيسأل عن تفاصيل معينة في الجريمة، تفاصيل مستحيل يعرفها إلا اللي كان هناك، زي مثلا هل السلاح كان لونه أسود؟ ويشوف الجسم هيتفاعل مع المعلومة الصح ولا لا. طيب، كل ده جميل، بس نيجي للسؤال الأهم: هل الكلام ده دقيق؟ العلم بيقول إيه عن دقة الجهاز ده؟ في الظروف المثالية، يعني جوه معمل وكل حاجة تحت السيطرة والتركيز على حادثة واحدة بس، الجهاز ممكن توصل دقته لحوالي 85%. طبعاً النسبة دي تبان ممتازة، لكن خلي بالكم من جملة الظروف المثالية، لأن الواقع مختلف تماماً. وهنا بقى القصة كلها بتتقلب. الدقة العالية دي اللي بنشوفها في المعمل، هل بتفضل زي ما هي لما نستخدم الجهاز ده في الواقع؟ يعني مثلا في فحص آلاف الموظفين عشان وظيفة حساسة؟ عايزاكم تركزوا كويس قوي في الجدول ده، لأنه بيلخص المشكلة كلها. بصوا على السيناريو اللي على الشمال ده، لو بنحقق في جريمة والمشتبه فيهم نصهم مجرمين فعلا، الاختبار هنا ممكن يساعد. لكن بصوا على السيناريو اللي على اليمين، وده الأهم، لأنه ده اللي بيحصل في الواقع لما بنعمل فحص عام. تخيلوا إننا بندور على جاسوس واحد بس وسط 10,000 موظف، وحتى لو الجهاز دقته عالية قول 90%، شوفوا النتيجة الكارثية. ممكن نلاقي 9 جواسيس، بس في المقابل هنتهم ظلم 9999 شخص بريء. يعني أكتر من 99% من الناس اللي الجهاز قال إنهم كدابين هم في الحقيقة أبرياء. دي مشكلة إحصائية معروفة وخطيرة جدا. طيب، لو البوليجراف فيه كل المشاكل دي، خصوصاً في الفحص العام، يبقى إيه البديل؟ العلم بيبص على إيه دلوقتي عشان يكون هو مستقبل كشف الكذب؟ الباحثين دلوقتي بيقولوا بدل ما نقيس حاجات بعيدة عن المصدر زي العرق والنبض، ليه ما نروحش للمصدر نفسه اللي هو الدماغ؟ وفي تقنيات جديدة زي الرنين المغناطيسي الوظيفي أو رسم المخ الكهربائي بتحاول تشوف نشاط المخ نفسه وهو بيكذب. الفكرة هي، هل ممكن نلاقي بصمة معينة للكذب جوه الدماغ؟ لكن الخلاصة اللي وصل لها تقرير الأكاديمية الوطنية للعلوم كانت واضحة وصريحة. لحد النهاردة
مفيش ولا بديل من دول أثبت إنه فعال أو أحسن من البوليجراف. يعني من الآخر جهاز كشف الكذب الحقيقي اللي دقته 100% لسه مش موجود. وهنا يجي السؤال المهم، طيب مادام العلم بيقول إن دقته مش مضمونة، ليه لسه بنشوفه بيستخدم لحد دلوقتي في التحقيقات وفي أماكن كتير؟ الإجابة هنا فيها مفارقة غريبة جداً. التقرير بيقول إن قيمة البوليجراف الحقيقية مش في دقته العلمية، لأ، قيمته في إن الناس اللي بتخضع للاختبار مصدقة فيه. قوته الحقيقية نفسية بحتة. يعني ممكن قيمته الأساسية ما تكونش في إنه بيكشف الكذب، لكن في إنه بيخوف الناس لدرجة إنهم يعترفوا بنفسهم. هو أداة ضغط نفسي فعالة جدا في التحقيقات، وده سبب استمراره بغض النظر عن دقته كجهاز علمي. وفي النهاية الشرح ده بيسيبنا مع سؤال كبير ومهم جدا نفكر فيه. في رحلة البحث عن الأمن والحقيقة، يا ترى إيه التمن الحقيقي اللي ممكن ندفعه لما نتهم شخص بريء بالظلم بسبب جهاز مش مضمون؟ إزاي نوازن بين الحاجة للأمان وحق كل إنسان في العدالة؟